ذهيب الأثمان بدأ يقض مضجع المستهلكين. في هذا السوق الشعبي بمدينة تطوان الأسعار تقفز إلى أكثر من 10 دراهم للكيلوغرام الواحد في الطماطم والبطاطس وغيرها من الخضروات الأكثر استهلاكا في هذه الفترة من البرد والشتاء. كلشي غالي يا سيدي 100 درهم ما عندنا والو فيها، طماطيش غاليه، بطاطا غاليه، الجلبان غالي، كلشي غالي، بقينا كناكلوا غير بطاطا والجعده الله يخلف. طماطيش ب 1000 فرانك، بطاطا ب 5 دراهم، تيتشارو ب 30 درهم. اللهم هذا منكر، بطاطا غاليه، مطيشه غاليه، الانسان ما كيجبر ما ياكل، اللحم 7 ب 500 كيلو، بطاطا 10 دراهم، طماطيش 10 دراهم. أسواق مدينة تطوان تبقى الأكثر ارتفاعا للأثمان على الصعيد الوطني، وتتضارب الأسباب. التجار من داخل سوق الجملة يعزون السبب إلى ارتفاع تكاليف التعشير والنقل، وكذلك انتعاش الوسطاء الذين يتلاعبون بالأسعار الحقيقية في غياب أي تقنين يوحد السعر بين التاجر والمزود. احنا في مدينة تطوان احنا كنعشروا يوميا، يعني إذا جبنا السلعة ب 5 دراهم كنبيعوها ب 7 دراهم إرغاما علينا، لأن هنا كيدخل الواسط هو 2% و5% ديال البلدية، هو الأسباب اللي كاين في هذه الساعة. في حين البعض يعزو سبب ارتفاع ثمن الخضر والفواكه إلى برودة الطقس المصحوبة بجريحة التي أثرت سلبا على توقيت الجني وكذلك تصدير الخضر إلى الأسواق الأجنبية. الطقس بارد جدا، لأن الوردة ديال الفاكهة ولا ديال الخضرة الا تعطيناش الانتاج في هذا الوقت هذا، لان الخضر والفواكه خصهم واحد الحراره المهمه باش كيعطيو الجني ديالهم. والعامل الثاني وهو لومبالاج، اذا كيتصدير للمغرب. هذه الاسباب الرئيسيه. وتتوحد هذه الأسباب في فاتورة واحدة، هي فاتورة لهيب سعر الخضر والفواكه التي يكتوي بها المواطن في عدم قدرته على ملء قفة واحدة.